عليكم مواليد برج الجوزاء، ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. برج الجوزاء النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك للاسبوع، مش اسبوع بقى، منتصف شهر ديسمبر عام 2023. اول حاجه هنتكلم عن الطاقه العامه، والطاقه العامه بتشمل مال، صحه، عمل، اسره. بعد كده بنتطرق للقراءه العاطفيه اللي تخص عزاية مرتبطين منفصلين كمش. قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تكتب بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا اللايك والشير، والفيديو اللي بيجيب اعلى مشاهده هو ده اللي بيحصل معانا على القراءه المجانيه. وان شاء الله تكون او تكوني من سعداء الحظ الفوز معانا بالقراءه. ويلا نسمي بالله ونبدا نوزع الكروت. بسم الله. بسم الله. اول حاجه طاقه عامه. بسم الله. هنا وكأن برج الجوزاء بيقول لي يا مونيكا، يعني انا محتار، انا مش عارفه اعمل ايه. يمكن انت في علاقه عاطفيه ومحتار انت تنهي العلاقه دي ولا لا، بس عندك حيره يا برج الجوزاء كبيره. شايفه كمان ان انت عندك سفر، ولو في يعني بص، امراه يعني بتسعى للحمل مثلا، ففي حمل ما شاء الله او ولاده. يعني يا اما حد مثلا ان شاء الله باذن الله في حمل او ولاده ان شاء الله باذن الله. شايفاك ان انت بتحاول تخرج نفسك من اي طاقه وحشه، ويمكن ده الخروج. يمكن ما عندكش حيره عاطفيه وعايز تخرج، لا يمكن الخروج هنا بكارت الانهيار. الخروج من طاقه سيئه كنت موجود فيها، وداخل على طاقه كويسه جدا. يعني انت بتحاول تخرج نفسك من الاكتئاب. شايف ان انت عندك مصالحات مع اشخاص كنت زعلان معاهم، وعندك نجاح دراسي ما شاء الله، يعني مبروك للي هينجحوا. ولو عندك اخ او اخت متزوجين، انا شايفه ان هما بيجوا كل شويه يشتكوا لك بقى، يعني ده ضربني وشدني من شعري ويعني كده رفع الشبشب عليا، في مشاكل كده. اخوك او اختك يا برج الجوزاء بيشتكي لك طول الوقت عن مثلا الامور الماديه او مشاكل مع الزوج او الزوجه، بس كل الكلام ده للاسف غير صحيح. برج الجوزاء انت مدي الامان لبعض الاشخاص اللي ما يستاهلوش الامان ده، يعني ما يستاهلوش الثقه اساسا اللي انت مديها لهم. شايفاك ان انت شايل مسؤوليه كل الاشخاص اللي حواليك، حتى لو مش في ايدك ان انت تساعدهم ماديا، فانت شايل همومهم، شايل في تعبهم، في وجعهم، بتوجع زيهم. عايزه احذرك من الدخول في علاقات ثلاثيه. يعني بص، دي ظاهره عندي ان انت ممكن يحصل عندك دخول في علاقه ثلاثيه ودخول سريع، فيعني خلي بالك من النقطه دي. برج الجوزاء كان عندك شويه امور متعقده، وان شاء الله باذن الله ربنا يفكها عليك يا جوزاء. في رساله انت كنت منتظر الرساله دي، ممكن تكون مثلا يعني الرساله دي اما عن اموال، هي زي عن اموال، يا اما الرساله دي عن اموال، يا اما شيء يخص العمل. مثلا حد هيرفع عليك في عمل مثلا انت مقدم عليه حاجه زي كده. طب بص، عايزين نشوف برضو يعني العمل والاموال معانا ايه، نشوف وضعهم برضو عشان ايه، نبقى اطمنا على كل حاجه، عشان لما ندخل العاطفه ما يبقاش عندنا حاجه تانية غير العاطفه نتكلم فيها. ماشي؟ بص يا جوزاء، لو عندك شراكه عمل، بص انت عندك شراكه عمل، يعني ممكن تشارك حد مثلا في عمل معين او تخش شراكه الفترات اللي جايه. ولو ما عندكش شراكات عمل، فانا شايفه ان انت ممكن تكون شراكه زواج، يعني يكون داخل على الزواج الفترات اللي جايه. وامتى لو بدات ان انت تسعى في شيء يخص السوشيال ميديا، يعني بدات مثلا انت تفتح قناه تبقى يوتيوبر مثلا، بدات انت تشتغل مثلا على تيك توك مثلا، تشتغل على ايا كان الوسيله اللي هي في السوشيال ميديا اللي انت بتشتغل عليها، فانا شايفه ان انت هتتشهر ونجمك هيكون عالي جدا. وده هيكون غير المتوقع منك، يعني انت فاكر ان انت هتخش بقى وربنا بقى يسهل بقى، انا مش عارف اعمل ايه، بس انت نجمك هيكون في السما ما شاء الله. يعني لو انت ما بتعملش خالص، يعني مفيش عمل خالص بتعمل فيه، فانت محتاج تشد حيلك شويه وتدور على عمل. عايزه اقول لك كمان، لو سعيت على العمل هتلاقي حاجات كويسه قوي، ومش فرصه واحده، ده كذا فرصه هتتفتح قدامك، والامور عندك هتكون رائعه قوي، ويعني والامور الماديه هتظبط عندك. شايف ان انت عندك نشاط عمل ما شاء الله، محتاج تشتغل اكتر عشان تكافئ بالطلبات المطلوبه منك. انا شايفه الاموال في تدهور مادي عند الصحاب الجوزاء للاسف، الاموال عندك فيها مشكله.
تطور مادي رهيب جدا عند اصحاب برج الجوزاء، وعندك السنه دي لو تقدر تشتغل 5 شغلانات في يوم واحد هتعمل كده، لانك محتاج للاموال جدا. ولكن في اموال داخله ليك يا اصحاب برج الجوزاء. ممكن يكون دعوه من شخص من الاسره، ولكن الرقم فيه يعني بصوا يعني ارقام يعني على حسب عمله بلدك، فانا شايفه ان في رقم هنا ممكن يكون رقم 7 داخل ليك. فتعالوا نشوف برضو يعني ايه وضع الاسره معانا ايه، عشان نبقى مكلمين عن كل حاجه يعني. مع اني عايزه اقول لك ان موضوع الشراكه بتاعت الاموال دي حاسه ان هيحصل فيها مشاكل يعني، بس يعني ايه، هي بنسبه قليله للبعض، فاهمين؟ مش للكل يا جماعه، احنا بنتكلم عن البعض في العمل. تعالى بقى نشوف وضع الاسره برضو معانا ايه. عايزه اقول لكم واحد شيل شقه، بس يلا الحمد لله. بصوا، في ميراث انت مش عارف تاخد حقك فيه، مش قادر تاخد حقك في ميراث، انت مش قادر تاخد حقك فيه خالص. مش قادره اقول لك الحل، لانهم اسرتك في الاول وفي الاخر. مش هقدر اقول لك اتجه للقضاء، لان دول يعني اهلك. فحاول على قد ما تقدر ان انت تتكلم، حاول ان انت تاخد حقك يا برج الجوزاء. انا شايفه ان الاسره يعني بتحاول تسيطر على شيء يخص حياتك، وانت بتقف في وشهم وهتعترض. انت مصدوم في الشيء ده، يعني في شيء الاسره هتصدمك فيه يا برج الجوزاء، يخص اموال او يخص ميراث. ما تعقدش الامور واحسبها بالعقل. شايفه برج الجوزاء بيحاول ينعزل او تاخد جنب من الاسره، بلاش تشيل جواك، لان خلي قلبك ابيض. اسرتك في الاول وفي الاخر يعني اكيد يعني مش كارهينك يا جوزاء. تعالى برضو كده نشوف وضع العاطفه ايه. شيل الاول الكروت دي. العاطفه لاصحاب برج الجوزاء، هناخد 3 كروت ليك، دي كده 3 كروت للحبيب. هي طاقه، تمام؟ طاقه في 3 كروت. بسم الله. طاقه الحبيب، هنبدأ نحلل الكروت. ناخد دي، تمام. بسم الله. بصوا يا جماعه، برج الجوزاء تعبان جدا، مخنوق، تعبان. بس انت رايح على حاجه حلوه قوي، رايح على شيء كويس جدا، اذا كان عاطفيا او عمليا. في قصه حزينه قدامي هنا، وهي تنطبق على البعض مش الجميع، تمام؟ فانت شوف قصتك هتمشي ازاي برج الجوزاء، وحاول ان انت تسمعني كويس، يعني اللي انا هقوله دلوقتي مش ماشي على الجميع، هي حاجه كده هقولها، يعني القصه موجوده قدامي ممكن تخص البعض. في شخص انا شايفاه راجع ليك من الماضي، جاي يقدم لك شيء الشخص ده، ويعني شايفه ان بعد كلام كتير ومفاوضات بينك وبين الشخص ده، فانت مش هترجع للشخص ده. هتقول له انا مش متاح في وقت فراغك اساسا، او ممكن يعني تقول له لا يا عمر، فاهمين؟ حاجه من الاثنين بقى، يا اما لا يا عمر، يا اما لا انا مش متاح في وقت فراغك اساسا، ان انا يعني وقت ما تلاقي نفسك فاضي ترجع لي، وقت ما تلاقي نفسك مشغول في اي شيء تاني تبعد. او ممكن الشخص ده سابك وراح لحد تاني، ولما الحد التاني ده سابه ورجع لك مره تانيه، لان في طاقه ثلاثيه موجوده عندي. اما بالنسبه لطاقه برج الجوزاء، شايفه ان انت بترسم الضحكه على وش كل من تعرفه يا اصحاب برج الجوزاء، ولكن انت حاسس ان الدنيا كسراك. شايفاك ان انت حزين من جواك جدا يا برج الجوزاء، تعبان قوي.
برج الجوزاء كل اللي شغل تفكيرك حاليا الاموال اكتر من العاطفه. انت حته الاموال دي شغله تفكيرك، يعني انت ممكن تكون يعني داخل في زواج، فانت بتحاول ان انت تجمع اموال باي طريقه علشان الزواج ده يتم، لان في فرحه عندك برضو. يعني الكارت هنا مش علاقات ثلاثيه، لا ده في فرحه ممكن تكون او احتفال عند برج الجوزاء، فانت هنا ممكن تكون همك الاموال او ده اللي شغل تفكيرك اكتر حاجه، فعشان كده بتفكر في الاموال بشكل كبير. يعني كل اللي شغل تفكيرك حاليا هي الاموال، ومركز جدا على نفسك. انا شايفه ان انت يعني الكابتن هنا بيقول لي يا اما انت بتراقب يا اما بتتراقب. ولو انت بتتراقب فانت بتتراقب مع شخص من شخص مهووس بيك يعني يا جوزاء، ولو انت بتراقب شخص انت كنت في علاقه معاه، بس انت بتتراقب من شخص مهووس بيك مع معنى الكلمه يعني. بالنسبه للمرتبطين انا شايفه المرتبطين العلاقه شبه مستقره بشكل كبير جدا، ما تخلوش اي شيء يعكر صفو العلاقه. يعني بلاش بقى حته دي بصيت لك، دي حكيت لك، دي عملت لك لايك، دي بتقول لك ليه كده، بلاش الحاجات اللي هي تعكر صفو العلاقه دي. ولكن اغلب اصحاب برج الجوزاء انا شايفاكم ان انتم منفصلين، لان انت هنا انت قلبك وجعك والانهيار هنا كبير عندك. يعني ممكن اغلب اصحاب برج الجوزاء انا شايفاكم ان انتم منفصلين، لان هنا انت قلبك وجعك وطاقه الانهيار موجوده عند الحبيب في انهاء العلاقه. فانتم ممكن تكونوا نهيتوا العلاقه يا برج الجوزاء، او انت خارج مثلا من العلاقه متعقد. الشخص ده عقدك بشكل كبير، تعبك، جرحك، شكاكك في نفسك. مع ان دخلت الشخص ده عليك كانت اكتر من رائعه، يعني كان ظاهر ليك الاهتمام وكان منجذب ليك جسديا، ولكن يعني بص الشخص ده طول الوقت كان عنده سوء ظن واساء الظن بيك يا اصحاب برج الجوزاء، فانت اتظلمت ومشيت من العلاقه دي بشكل كبير. برج الجوزاء شايف العلاقه دلوقتي بطريقه سلبيه بشكل كبير قوي. برج الجوزاء حاليا بيفضل الانعزال بشكل كبير او العزله. يمكن ناس كتير قوي بتحاول تقرب منك وناس كتيره معجبه بيك، ولكن انت مدي لكل الناس دي ظهرك، مش مدي اي اهتمام خالص. انا شايفه ان انت مرتبط بشخص روحانيا، والعلاقه دي يعني بص من الماضي، يعني مش علاقه جديده. ولكن يعني بص انت عمرك ما توقعت منه كده. انت ممكن يكون حصل سوء تفاهم بينك وبين الشخص ده وحاولت انت تفهمه، بس هو ما ادكش اي فرصه انت تفهمه اي شيء. او ممكن يكون في اختلافات بينك وبين الشخص ده، عادات وتقاليد سن او مستوى. يعني انا شايفه ان في فروق بينكم، فروق يعني كبيره قوي، او حتى يعني في اسلوب تربيتك او اسلوب تربيته. يعني الشخص ده صعب جدا، حتى في طريقه كلامه صعبه، او الشخص ده يعني ممكن يكون يتحجج علشان يبعد عنك، يعني ممكن يكون بيتلكك لك علشان يمشي مثلا، وفي احتمالية وجود طرف ثالث وخيانة. الشخص ده كان بيعلق شماعة أخطاء عليك يا برج الجوزاء. يعني يا إما بقى خدوهم بالصوت، يا إما بقى يعني اللي فيا يجيبوا فيك. بس اللي أكيد أكيد يعني في القصة دي كلها إن برج الجوزاء اتظلم من الشخص ده، ورغم الظلم ده انت لسه بتفكر فيه ومش قادر تنساه، وبرضه بتفكر في كل حاجه حصلت مضايقاك مع الشخص ده، فبتتضايق اكتر واكتر وبتحس ان انت اتوجعت قوي من الشخص ده. تعالى نحط طاقه الشخص ده ونشوفه برضه هيقول لنا ايه. احتماليه كبيره، واحتماليه كبيره جدا جدا، يعني ممكن نقول بنسبه مثلا 90% الشخص ده هو اللي نهى العلاقه ومشي، لان الانهيار جاي عنده. يعني هو اللي مشي، يعني جايله الانهيار ان هو هد الكيان اللي انتوا كنتوا عاملينه مع بعض ومشي. ممكن يكون مثلا متكبر شويه عشان عنده معجبين كتير. الشخص ده اما برج ترابي يا اما هوائي، يعني غريب قوي الشخص ده. طب انت عملت كده ليه؟ ده هو متعلق بيك جدا، الشخص ده متعلق بيك قوي، الشخص ده بيفكر فيك جدا، بس في نفس الوقت مديك ظهره. بص الحبيب يا برج الجوزاء مشتاق لك قوي، بيحبك قوي قوي، وانت عارف حاجه زي كده. انت عارف الشخص ده ان هو حبك، يعني الشخص ده من النوع اللي بيشوف الامور بطريقه سلبيه شويه، يعني وما بيعرفش يواجه المشاكل. ممكن يكون بيتهرب من المشاكل، او يعني مثلا ممكن يكون ما عندوش حته ان انا ايه
اتعب في مشكله، لا. يعني مثلا الباب يعني بص، يعني الباب، يعني بص بوظ باب، خربش باب، بدل ما يقولك تعالى نصلحه، شيل الباب ده ونجيب باب جديد. هو من النوع ده بيستسهل. الشخص ده بيحبش يتعب نفسه خالص اطلاقا، يعني حتى في العلاقات ما بيحبش يتعب نفسه اساسا. الشخص ده بيحاسب نفسه وناصب لنفسه محكمه. هو عارف كويس جدا ان طريقته كانت معاك صعبه جدا، وبص هو بص عليك بصة حزن. الشخص ده وكأنه بيبكي. هو حزين جدا جدا الشخص ده على ان هو عمل فيك كده. الشخص ده عنده مخاوف وخايف ان هو يطلب منك، يعني احنا نرجع فانت تقول له لا مش راجع. يعني خايف ان انت ترفض اساسا، وخايف كمان ان انت ترتبط ويخسرك برضو للابد. الشخص ده شايفك ان انت بعد ما بعدت يا برج الجوزاء عايش حياتك، ويعني بص مش في دماغك حاجه وخلاص بقى، انت مبقتش سائل فيه والشيء ده هيجننه. فهو دلوقتي عايز يرجع لك. الشخص ده مش عايز يخسرك باي طريقه من الطرق، منجذب ليك جدا، ولكن انا شايفه ان انجذاب جسدي. يعني حبيبك قليل الادب يا جوزاء على فكره من الاخر. يعني بص هو قليل الادب. الشخص ده منجذب ليك جسديا. فخلي بالكم من النقطه دي علشان ممكن يطلع خلف الاسوار، يعني بسبب جسديا دي. يعني بصوا خلف الاسوار ده بقى حاجه كده زي زمان، ايه دي قديمه شويه. يعني زي عارف برنامج رام سعيد، الناس بقى اللي عملت مشاكل والناس اللي سرقت وقتلت والحاجات دي. كان زمان وانا عيله بتفرج عليه هو خلف اسمه خلف الاسوار. اللي حبيبي شايفك بص يعني من داخل وخارج، وبيعجبه ذوقك جدا وطريقتك وروحك، وشايف ان انت حلو في كل شيء. يمكن الحاجه الوحيده اللي شايفها وحشه فيك يا اصحاب برج الجوزاء، هو يعني ان هو شايف كده، بس اكيد يعني ممكن ما يبقاش صح. يعني هو شايف ان انت كذاب او بتكذب عليه طول الوقت. هو حاسس بكده ان انت بتكذب عليه. حتى النقطه دي انت مظلوم فيها. انت ما كذبتش، انت ممكن تكون متخبي او ما كذبتش اساسا، ولكن هو يعني احساسه ان انت بتكذب عليه. من الواضح ان الشخص ده ظلمك ظلم باين في حاجات كتيره، او اتخلى عنك وانت عليه. بس حتى انت ممكن تكون كلمته وبكيت بعد العلاقه، ويعني وهو كان بيكلمك بكل اسوأ. الشخص ده كانت طريقته معاك صعبه قوي، طريقه كلامه كان غلط، كان قاسي قوي، طريقه كلامه صعب، يعني كان شخصيه صعبه. اللي حصل في العلاقه دي انا شايفه فيه رجوع. يعني هو هيتجنن عليك وعايز يرجع باي طريقه. حتى لو هو ماشي، هو عايز يرجع مره تانية، ولكن انت عذبه شويه برج الجوزاء. بلاش ترجع على طول، يعني خليه يعرف قيمتك شويه. انتوا فاهمين؟ انا شايفه كمان ان في رجوع سريع كمان. يعني هو راجع قريب جدا جدا جدا، انتظر الشخص ده. ولكن انت اتقل، يعني اتقل شويه. يعني اقول لك حاجه، اتقل على الراس لحد ما يتحرق مش لما يستوي. اتقل. مش موافق وكده وبحبك وكده، لا اتقل اتقل على قد ما تقدر. حتى انت لو رفضت هيرجع تاني على فكره. هو بس بيبكي عليك الشخص ده وزعلان. هتقولي ده يبكي، ده قلبه حجر. لا 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 كده. فيعني على فكره قلبه خصايا الشخص ده، بس هو يمكن طريقته فظه شويه، طريقته صعبه. ولكن يعني برج الجوزاء لو عايز ترجع للشخص ده فهو راجع لك، وانت يا اما تقبل يا اما ترفض يا برج الجوزاء. بس خلي بالك ان المشاكل هتتعاد مره تانية، لان تقريبا هو اللي عنده ده طبع. يعني في الاول هتلاقيه كويس جدا والدنيا تمام، وبعد كده يبدا تاني يظهر بالوجه الاخر. برج الجوزاء كانت خلاص القناه بتاعتنا. اتمنى قناتكم منطبقه عليكم. اتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف. هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل بالنسبه للقراءات المجانيه. اكتبوا كومنت كتير على قد لدرجه من اللايك والشير، والفيديو بيجيب اعلى ناس مشاهده بس معانا قناه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني من سعداء الحظ اللي يفوزوا معانا بالقراءه المجانيه. اشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.